السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف في التلفزيون دلوقتي يا صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه حبايبي؟ متابعيني والله وحشتوني قوي، بس انا زعلانه منكم ان اللايكات قلت. قبل كده صلوا لنا على النبي كده يا حبايبي، وقبل ما نبتدي الفيديو خشوا كده بالله عليكم كده يا حبايبي، واللي مش شاف يخش يشترك في قناه ام ادم ومصطفى، يفعل زر الجرس يشوفوا كل جديد عشان يوصلكوا كل جديد مني. فانا زعلانه منكم جدا جدا والله العظيم، مش عارفه في ايه يا حبايبي، مش عارفه في ايه. الجدعانوا معايا بجد يا حبايب قلبي. يا جدعان ما انت عامله حفله يا ام ادهم والله يا حبايبي، جايبه بصوا كده صلوا لنا على النبي الشعريه، جايبه كيلو ب 24 جنيه. بصوا مسكتها كده بقى، حطيتها ايه زي ما انتم شايفين. بصوا حبه زيت بقى كده، بصوا جميله ازاي. بصوا ولا معجنه ولا حاجه. صلوا لنا على النبي كده. بصوا ملهلبه. قلنا هنفطر، ده فطرنا النهارده، ده فطرنا. فانا بيني وبينكم بقالي كتير ما اكلتش فول وطعميه، فنفسي هفتني. بعت مصطفى جاب لي فول، وانا كان عندي بدنجان مخلل، وقعدت جاب لي ايه 3 رغيفه ب 5 جنيه. فانا ايه كلت، بس هاكل برضو يا حبايبي من دي بحبها ماشي. وجبنا ايه اللبن، سيبنا كده برضو غيرنا اللبن زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اللبن عامل 30 ماشي. ربنا يكفينا من شر عذاب النار يا رب يا حبايبي. فانا ايه هعمل ايه، هنغرف بقى دلوقتي. ده السكر بتاعنا ماشي، وهنعمله ايه نغرف بقى كده. فانت جعان؟ ماشي. وانت جعان ولا انت مش جعان؟ طيب وانت جعانه يا رحيمه؟ حاضر يا مني كده، حاضر يا رحمه. الشعريه المفروض انا استنى لما الشعريه تبرد. طب لما تبرد ليه؟ عشان انا لو حطيت اللبن الشعريه عشان سخنه هتطص اللبن هتشربه، فمهما نحط لبن هتشرب لبن. فهم عشان هما جعانين، فايه حلاوه الشعريه باللبن تستنوا لما تبرد خالص. بصوا تبرد ويبقى اللبن سخن عادي. لو حطيتي كوبايه هاش، فانا بصوا بقى يلا عشان هما جعانين هنعمل كده. بس دي خطوه والله جميله جدا. فانا بقى كل مره ما بيبقوا هما مستعجلين بصراحه. تحت ماشي يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله كده اهو. بصوا طبعا انا ايه هي سخنه نار، فانا لو حطيت اللبن هي هتشربه. ومهما احط لبن هي المفروض الشعريه تبرد خالص، تبقى بارده ويبقى اللبن سخن. هتحطي عشان طبعا ده سخن واللبن سخن بيشرب، الشعريه بتشرب. فلازم ايه اعملوا الخطوه دي بجد، نفسي اعملها والله، بس طبعا ببقى مستعجله كده على طول ماشي. وطبعا ايه نحط لهم بقى السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حطيت ايه كمان، حطيت نص كوبايه عسل، عليهم معلقتين سكر عسل اسمر، وقلبتها كده يا حبايب قلبي. حاسب يا دودو، حاسب حبيب قلبي، تعالى هنا تعالى عشان ما تتلسعش. فحطيت هنا عسل عشان بصوا كمان طعمها مسكره عشان لما احط سكر ما تشربش سكر كتير. اوف يا رحيم اوف. ايه شغال تقول ايه؟ عادة. مصطفى اللي بيصوركم يا حبايبي. هنجرب كده عشان مش عايزه اكتر سكر، فهم ايه انا حاطه عسل كده وايه. وانا اول ما حمرت الشعريه ماشي. بس سخنه يا انت جعانه انا عارفه، انت جعانه تعالي عشان مفيش حاجه تقع عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى البتاع سخن. اوف واو. تعالي يوم ما تقعديش على الارض. بصوا بقى يا حبايبي، انا شوف انا المفروض ايه عارفين بقى لو دي بارده كده، انا كمان كده شاربه لبن ياما. فاحنا كلنا عارفين المعلومه دي، بس عشان احنا بقى مستعجلين وكده واطفالنا جعان اهو. جميله قوي، اكله شتويه حلوه قوي. طبعا احنا مش اوان الشتاء، بس هي بقى ايه احلى من الفول والطعميه. بس انا والله نفسي هفتني برضو على الفول وبعدت جبت ان انا بقالي كتير ما كلناش فول. ايه يا قلبي ماما ماشي يا حبايبي. واهو صلوا لنا على النبي كده يا ولاد، تنسوا اللايك واشتركوا في القناه. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده في ياما، والحمد لله كده خير ربنا كتير. تنسوا اللايك والشير كده واشتركوا في القناه. فطبعا في اللي هياكل وفي اللي مش هياكل دلوقتي، فربنا يكبر بخاطركم. والدواء ده طلع وحش جدا يا حبايبي، مش حلو ولا عمل للعيال اي حاجه، و35 على الفاضي اهو. مش حلو والله بجد يا حبايبي. فانا هغير الدواء، هجيب دواء تاني للعيال اهو. مش حلو، ما جاش على العيال، كلهم بيكحكحوا والله زي ما انتم شايفين كده. فده كان عامل 35 جنيه. مش حلو.
فربنا يجبر بخاطركم كده يا حبايبي، ويبارك لاولادكم وعيالكم يا رب كده. ما تنساش في اللايك والشير واشتركوا في القناه. اختكم حبيبتكم ام ادهم، وتجدعنوا معايا يا حبايبي، بالله عليكم تجدعنوا معايا عشان انا تعبانه جدا جدا وزهقت من القناه، والله زهقت من القناه، والله العظيم انا زهقت يا حبايبي. فانا خلاص اقول اطلع من القناه خالص والله العظيم، قلت اشتغل بقى شغلانه تانية بقى، اشتغل بقى والله العظيم بقى، اسافر كده واشتغل ولا اعمل ايه، والله بجد يا حبايبي. فانا اتخنقت من القناه بقى، حاجه ممله، مفيش لايكات، لو عملتش لايكات برضو تقل. اعمل هو لازم اطلع روتينات نظافه عشان يجي لي 2000 مشاهد ولا 20000 مشاهد زي ما جالي في الفيديو بتاع روتين النظافه؟ ففي يا حبايبي ما انتوا تشجعونا برضو، ثبت. انتوا شجعوني، مش كل يوم يا حبايبي كده ان انا اقول لكم نفس الكلام. فانا تعبت ومليت والله العظيم، مش هتبقوا انتوا والزمن عليا يا حبايبي. فربنا يجبر بخاطركم كده تجدعنوا معايا بقى يا حبايب قلبي. بصوا بقى احنا لسه حاطين اللبن، بصوا فلازم بصوا بتشربوا ازاي، فالعيال بقى تاكلوا بسرعه بقى قبل ما انا هلحقهم. لبن منين يا حبايبي؟ طول ما الشعريه بتشرب لبن كتير اهو. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. وتاني عمال يرمي الشباشب بره. لا العسل حلو مسكرها وده محلول جميل جدا. بصوا كمان، بصوا يا حبايبي، فحاجه مسكره كده، لكن انا كنتش هحط كده تشرب سكر ياما ولبن ياما. فربنا يجبر بخاطركم، ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناه حبايبي. مش عارف انت مالك بعيد ليه؟ طب هم عارفينك انت بتيجي على طول هنا تقعد معايا هنا، واللي عندها صبيان هيتشلوني يا حبايبي، هتشلي. انت عديتي كذا مره حتى ما قلتيش حتى السلام عليكم يا متابعين ام ماما، يقول لك يا ماما ما بتكلمش في القناه، هو ما يثبتش. طب في ايه لما تتكلمي يعني وتمسي عليهم؟ فتحت. حبايب قلبي كده خلاص يا حبايبي، تعالوا اتفضلوا معانا فطار خفيف وجميل ومغذي برضه لاطفالنا وجميل جدا. ما تنساش في اللايك والشير واشتركوا في القناه. اختكم حبيبتكم ام ادهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بحبكم في الله، باي باي.